سلام البنات، صحة فطوركم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم مليحة وانتم تشوفوا في فيديو اليوم. طولت عليكم الغيبة شوية، يعني كنا غير في نفس الروتينات تاع الطبخ نفس الروتينات الرمضانية. هاد المرة حبيت نشارك معكم وصفة للعيد. الصراحة أنا ما حبيتش نبدا لكم ونخترع لكم وصفات وما باليش أنا وش نطيب لداري، يعني كل عام نشارك معكم هذا ما كان. هاد الوصفة حبيت نشاركها معكم باش تستفادوا نتوما ثاني منها، لأنه طريقة بزاف هايلة وسهلة، وحتى اللي في حياتها ما جربتش كعك النقاش وما نجحلهاش لا في الوصفة لا في طريقة النقش، راح تنجح معاكم في هذه الوصفة ومن أول تجربة بإذن الله. وبلا ما نطول عليكم نبداو في طريقه التحضير. عندي لهنا في الكسرونه درت كاس تاع سكر حرش عادي. درت له معاه كاس تاع ما زهر وزوج مبشور تاع حبات ليمون، زوج حبات ليمون. نحيو القشور تاعهم، ديروهم في هذا الشربات، خلوهم فوق النار على نار متوسطه حتى يغلي، يعني يذوب هذاك السكر وتغلي لمده 5 دقائق، ومن بعد نصفيوها من هذاك القشور ونخلوها تبرد. بالنسبة الكاس تاع مزهر، أنا ما درتش كاس كومبلي لأنه زوجي ما يبغيش نكهة المزهر واضحة، درت كاس إلا ربع مزهر وربع كاس تاع الماء عادي. تحبوا نتوما ديروا كيما درت، تحبوا ديروه غير مزهر وحده. من بعد ما خليتها صفيتها وخليتها تبرد، عندي لهنا للعجينة عندي كيلو تاع فرينة، درت له رشة تاع ملح أو مغرف صغير، نص مغرف صغيرة تاع قهوة ملح، ونص مغرف صغيرة تاع قهوة تاني خميرة الجاتو، مع 500 غرام تاع زبدة وسمن. كنت يعني درت مزيج بين زبدة وسمن، وكانوا طريين، ما لازمش يكونوا سخونين، ما لازمش يكونوا ذايبين وباردين. من الأحسن ديروهم طريين برك. وإذا نتوما يعني الجو عندكم جامد بارد، ولا الزبدة والسمن تاعكم كانوا جامدين، خلوهم يدفاو شوية فوق حمام مائي ولا في الميكرووند، وخلوهم يعني حتى يطراو برك، ما تذوبوهمش تماما. من بعد نبدا نبسس فيها مليح هذيك العجينه. بالنسبه تاني راني كنت درت ثاني مغرف صغيره تاع لافاني. تحبوا ديروا تاع غبره ولا ديروا تاع ليكيد، انا ما كانش عندي تاع غبره، درت مغرف صغيره تاع ليكيد. نبدا نبسس فيها مليح مليح. الخطوه الاولى اللي تبداو بها هي تحضروا الشربات باش تخلوها تبرد تماما، لازم تكون بارده بارده تماما، يعني ما لازمش تكون حاجه سخونه باش ما تفسد لكمش العجينه. بالنسبة للمقادير، هذه المقادير مضبوطة وتخرج لكم الكمية 52 حبة تقريبا، على وزن 35 للحبة، يعني 35 للعجين. وإذا ما حبيتوش ديروا هذه الكمية يعني جاتكم كبيرة، تقدروا تقسموا المقادير برك على زوج، هذا ما كان يعني ديروا 500 غرام فرينة، 250 إدام، تقسموها يعني ما بين زبدة وسمن هكذا باش تجيكم خفيفة، يعني ما ديروش السمن وحده تجي تقهم وثقيلة بزاف، وكي ديروا الزبدة ما تجيش مليحة بزاف، يعني هي الوصفات التقليدية تكون غير بالسمن. حنا نزيدوا لها الزبدة والمارغرين باش تجي شوية خفيفة. كما راكم تشوفوا يعني أنا مانيش نعجن فيها، راني نلايم فيها برك بهذاك الشربات، والشربات ديروا غير بشوية حتى نشوفوها يعني تماسكت وتحصلنا على عجينة تكون طرية ومشادة روحها في نفس الوقت. يعني ما تعجنوهاش، لأنه إذا عجنتوها رايح يخرج هذاك الجلوتين اللي فيها، وزيد تاني من بعد كي تخلوها ترتاح راح يخرج لها هذاك الإدام اللي فيها، وكي تطيبوها راح تجيكم يابسة. يعني هذو النصائح لازم تاخذوا فيهم بعين الاعتبار. نغلف العجينة مليح بالسيلوفان ونخلي عليها تريح. شوفوا، إلا ما كانش عندكم الوقت خلوها تريح على الأقل ساعتين، وإلا كان عندكم الوقت خلوها تريح يعني تبات ليلة كاملة باش تبداو تخدموا فيها. يعني أنا دوكا راني نخدم فيها في الليل. عجنت لميتها وعجنتها وخليتها في الفريجيدار ليل كامل، الغدوة من داك باش نبدا نخدم فيها. بالنسبة للتمر أو الغرس، من الأحسن تجيبوا هذاك النوع اللي نتوما وحدكم تفصوه وتنقوه وتعجنوه مليح، خير من هذاك اللي يكون يتباع مرحي، لأنه هذاك راح يجيكم ناشف، وقد ما تعجنوا فيه ما راحش يطرى. أنا كنت عجنته بالسمن ولا زبدة وطريته بالما زهر، هذا ما كان، ونخبيه تاني بالسيلوفان ونخليه على جنب. بالنسبة للوزن تاع العجينة وتاع الغرس، راني كنت درت العجينة 35 غرام، والتمر درتو 15 غرام، أو الغرس درتو 15 غرام.
لهنا هذه الصباح يعني الغدوة من داك، بعد ما كانت باتت العجينة وريحت، كنت وزنت العجينة وحطيتها في البلاطو هذا والسيليفون، هذه هي الكمية كاملة. تحبوا يعني تتأكدوا، حبسوا الفيديو احسبوا شحال جاتني من حبة، يعني 52 حبة على وزن 35 غرام. بعد ما كنت قطعتها قسمة ريحت يا ربي ربع ساعة، عاودت رجعت ليها. لهنا جبدت واش نحتاج، يعني وجدت كلش، عندي النقاش، عندي الكوبات والموس لادوي، ولا ديروا بمغلاق تاع قرعة باش هكذا يعني يجيكم الحبات كامل قد بعضاهم. يعني هكذا حطيت كلش قدامي باش كي نبدا نخدم ما نبقاش رايحة جاية باش نكملهم على جهة. والعجينة ما لازمش تخلوها يعني تطول برا، خصوصا اذا كان الجو سخون شوية فراح تخرج الزيت نتاعها، وحنا ما لازمش تخرج لنا الزيت نتاعها لانه من بعد راح تيبس. راح نوريكم طريقتي باش تجيني الخدمة سهلة ونكمل بسرعة يعني. لهنا كيما راكم تشوفوا يعني كي كنت نفتح في العجينة كانت لصقت لي شوية في الحلال وبدات تتقطع. نورمال ما تخافوش نهائيا، لانه العجينة راها مبسة وطرية، اكيد راح يصراونا هاد الحاجات انه تتقطع ولا تلصق. ما تخافوهاش تماما، يعني عادي بالعقل برك. عاودي لميها وعاودي خدمي بها كيما راني نوري لكم، وعاوني روحك بالكوبات ولا بالموس ولا باي حاجه كيما وريت لكم يعني حضرت كوش قدامي هادو كامل راح نستعملهم. وما حبيتش نقطع لكم في الفيديو ولا باش نوري لكم هاد الحاجات اللي تصرا وعاديه وماهيش راح تاثر على الخدمه. لهنا كيما راكم تشوفوا كنت جبت 5 حبات تقريبا، ولا يعني كل مرة كيفاش نجبد العدد، مرات 5 مرة 10. نشكلهم كامل حرابش، يعني نحشيهم نفتحهم كامل رقاق، نحشيهم بالتمر، نشكلهم حرابش. من بعد نبدا نغلق فيهم، يعني نديرهم كعكعات، ونحط هذاك المغلق تاع القرعة في النص باش هكذا يجوني كامل نفس الشكل ونفس الحجم. يعني يكونوا مفينين مليح كيما راكم تشوفوا. كي نكمل العدد كامل ونعدلهم مليح لازم يكونوا يعني معدولين مليح، ما كانش زعما بلاصه هذيك وين اللي غلقناها منها ما لازمش تبان، يعني لازم نغلقوها مليح. من بعد لهنا نحطها في الكوبات ونحط المغلق هذاك في النص باش كي نبدا ننقش فيها ما راحش يتاثر الحجم تاعها او الشكل نتاعها، وتبقى محافظه على الشكل نتاعها كيما خدمتها في الاول. لهنا راح نوري لكم طريقة التنقاش اللي أنا نديرها. مانيش راح شغل نعمرهم كامل، يعني المساحة اللي من فوق نخليها سامبل، ننقش غير من تحت يعني أو غير اون فاس اللي راها تبان لي هذا مكان. وشوفوا طريقتي كيفاش ننقشها، يعني عندي هذا النقاش الصغير، نحط بالعقل في العجينة، ما لازمش ندخل بزاف باش ما نخرجش هذاك الغرس اللي لداخل، لأنه إذا كان الغرس باين ونطيبها راح الغرس ييبس من داخل. يعني نضغط غير شوية ومن بعد نجبد بالعقل، يعني بعد نضغط ومن بعد نفتح ومن بعد نجبد بالعقل. يعني راها واضحة أكثر من ما أني نهضر لكم. بصح إلا كان ما فهمتوش على هضرتي عاودوا رجعوا المقطع هذا برك وشوفوه بالعقل، هذا ما كان راح تفهموا. صدقوني أنا مانيش بروفيسيونال في التنقاش ولا، وكيفي كيفكم يعني كنت ما نعرفش كيفاش ننقش الحبات. بديت نتعلم في عجينات، أي عجينة، عجينة مطلوع، عجينة بيتزا، بديت هكا نتعلم. من بعد بالعقل بديت ندير في هذا كعك النقاش، ويعني حاجة سهلة ماشي صعيبة. المهم بالعقل برك ديري اضغطي العجينة، اضغطي بالعقل كي تنقش لك افتحي شوية النقاش بالعقل برك باش ما تقطعيش العجينة، ومن بعد خرجي هذا ما كان. من بعد ما كملتهم كامل، يعني هذه ماشي كامل الكمية، كاين سنيوة واحدة أخرى راها بجيه، كيما قلت لكم نكملهم كامل نخلي عليهم يريحوا ساعتين 3 على قد ما يريحوا قد ما خير. من بعد راح نطيبهم على درجة حرارة متوسطة تقريبا 180. إلا عندكم فونتيلاتور شعلوها باش تجيكم الطياب أسرع وأحسن ويتحمروا من جميع النواحي في وقت قصير. نطيبها من تحت تتحمر مليح تدي هذاك اللون الشباب كيما راني نوري لكم في الفيديو. من بعد نشعلها من فوق باش تتحمر تاني. ما لازمش تطولوا لها في الطياب باش ما تيبس لكمش يعني تنشف، فهمتوا؟ وتبقى لكم بيضة وتطول هذيك راح تنشف ما تجيكمش مبسة. وما لازمش يعني تحرقوها، يعني خلوا لها النار متوسطة وطيب بغرضها. هذا ما كان. وزيد ماهيش راح تطيب ماهيش راح تطول عفوا، لأنه راها رقيقة. وشوفوا لهنا القوام تاعها كيفاش مبسة وتذوب في الفم. والكمية تاع الغرس أنا نحبها بزيادة، إلا كان نتوما ما حبيتوش الغرس يكون بزاف نقصوا الكمية. المهم هذه هي الوصفة، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا جيم وتعليق وتشتركوا في القناة، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله.